تبقى قاعد بتسكرول على اليوتيوب، فجأة يجي قدامك فيديو كليب لمايكل جاكسون، والفضول بيخليك تخش تشوف مين مايكل جاكسون ده اللي كان مكسر الدنيا زمان، كان بيعمل ايه يعني. وتفتح الفيديو، وأول ما مايكل جاكسون يجي في وشك هوب، الواد ده عجلة. Thriller of all the songs on the album. Seems like you can do much more video-wise. فكرت فكر بخمسة موبنيل بس موبنيل وجامد يا ريت. خلاص يا كابتن بقى. في ايه؟ خلاص يا عم بقى يا عم انت جيت بقى. ناحيتك؟ هيكتنا بص واقف ازاي؟ بجد؟ لو شفت مايكل جاكسون فأكيد سألت نفسك قبل كده هو شاذ ولا لأ، بس لو دخلت بحثت عن الموضوع مش هتلاقي إجابة، وده معناه إنه كان إنسان طبيعي، وإن ما كانش فيه شك بنسبة 1% إنه عكس كده. طب طالما هو كده، إيه سر الهيئة اللي كان بيطلع بيها دايما دي؟ ليه دايما لما تشوف شكله وهيئته والستايل بتاعه ولبسه تحس إنه مش تمام كده أو علم نفسه في نفسه، خصوصا في الاستعراضات والحركات المايعة اللي كان بيعملها؟ وأنا زيك سألت نفسي كل الأسئلة دي، وما تقلقش لقيت الإجابة. ما هو أكيد يعني لقيت الإجابة، أمال عامل الفيديو ليه؟ فيلا بينا نشوف مايكل جاكسون كان عجلة ولا موتوسيكل. يا عم دمك تقيل. أول حاجة بتجاوب على السؤال الجدلي ده هي الحقبة الزمنية، الوقت اللي كان عايش فيه مايكل جاكسون. يعني الناس كانت عاملة ازاي ساعتها؟ الثقافة أكيد كانت مختلفة عن دلوقتي، اللبس والأغاني والموضة والحاجات دي أكيد ما كانتش زي دلوقتي. فلو بصيت على الحقبة الزمنية بتاعت مايكل جاكسون وبصيت على المغنيين والفنانين اللي حواليه تلاحظ إن كلهم شبه بعض. الموضة وقتها كانت إن المغنيين الرجالة بيحطوا مكياج عادي وبيلبسوا لبس لامع زي بناطيل الجلد اللي هي أصلا بناطيل حريمي، ودايما كنت تلاقي أي فنان عمل قصة شعر عجيبة ومش تقليدية، أو على الأقل غريبة عن ثقافتك وثقافة مجتمعك. وكانت الموضة برضه إن الاستعراضات على الستيج يكون فيها رقصات وحركات تفاعلية بس تحس إنها ناعمة شوية وميعة، ولكن كل ده كان بهدف الهوشنة مش أكتر، على أساس إن اللي بيعمل كده كان شاب جامد طحن كل البنات بتحبه. وعشان تتأكد من الكلام ده هديك أمثلة عن أهم الفنانين اللي كانوا موجودين ساعتها في الحقبة الزمنية اللي كان فيها مايكل جاكسون. يعني مثال بسيط على كده هو بينس، أكبر منافس لمايكل جاكسون في حياته الفنية. أو بينس ده بقى كان مكسر الدنيا ساعتها، وكل بينزل بألبوم يكسر الدنيا، كل ما يعمل حفلة تلاقي تجمع فيها ضخم، وده معناه إنه كان مغني محبوب وعنده معجبين في العالم كله. بس لما نبص على بينس ده، أو انت لو فتحت فيديو كليب ليه وشفت اللي هو بيعمله وشفت شكله عامل ازاي، مش بس هتلاحظ انه مشكوك فيه، لا ده عجلة بنسبة 99%. بس الحقيقة انه ولا عجلة ولا حاجة، هو الستايل بتاعه كان كده. اي مغني جامد ومكسر الدنيا ساعتها هتلاقي الستايل بتاعه شبه كده. ما هو خلي بالك الثقافة بتاعتهم مختلفة عنك، واللي مش عادي ومألوف عندك عندهم عادي جدا وتقليدي، فطبيعي تحس ان فيهم حاجة غلط مع ان كلهم كانوا كده. حتى لو بصيت دلوقتي هتلاقي ان المغنيين الجامدين حاليا في العالم نفس الكلام، زي جاستن بيبر وفرقة BTS والمغني ذا ويك إند. كل دول لو بصيت عليهم هتلاحظ ان كلهم شبه بعض، والستايل بتاعهم عجيب ومش تقليدي ليك، وتحس انهم مش مظبوطين في نفسهم كده. وده عشان الثقافة بتاعتك مختلفة عنهم، هم عندهم الحاجات دي عادي، لكن انت عندك لو مغني عمل كده هتقول عليه عجلة وش، مع ان في مغنيين عندك عملوا كده ومع ذلك هم مش شواذ ولا حاجة. زي محمد رمضان في فيديوهات الكليب وفي الحفلات بيلبس لبس مثير للجدل، والهضبة نفسه بيلبس حلق وعامل وشوم في كل حتة في جسمه، وبيلبس لبس أشبه لللبس النسائي على الستيج. حتى أحمد سعد كان لابس لبس شبه كده. هل ده معناه إنهم شواذ؟ أكيد لأ، هما بس بيقلدوا الثقافة التانية، وده طبعا غلط، ثقافتك متسمحش بكده. المهم نرجع لموضوعنا ونشوف مثال تاني لفنان كان مكسر الدنيا في الحقبة الزمنية بتاعت مايكل، بس لو بصيت عليه هتحس انه مش تمام وفي حاجة غلط. زي مثلا ديفيد بوي اللي كان عامل شخصية زي زيجي ستاردست لو نطقت اسمها صح، ودي كانت شخصية خيالية بيطلع بيها على الستيج، وكان بيبقى شكلها عجيب جدا زي ما انت شايف كده، والمكياج المبالغ فيه ده مع اللبس اللي يوحي بانه عجلة. مع ذلك هو ما كانش عجلة ولا حاجة، بالعكس كان شخص طبيعي جدا واتجوز وخلف، وعياله زمانهم اتجوزوا وخلفوا ومش بعيد يكونوا ماتوا كمان. فزي ما انت شايف الفكرة مش في مايكل جاكسون لوحده، دي كانت مرحلة كاملة في الموسيقى اسمها كسر الصورة النمطية، وكل فنان كان بيحاول يبقى مختلف بأي شكل.
لازم تفهم ان مايكل جاكسون ما كانش عايش حياة طبيعية في طفولته زينا كده، بل يمكن يكون عاش أسوأ تجربة ممكن طفل يعيشها، لأنه هو طفل أبوه كان زي ما انت شايف كده. أبوه ده من أسوأ الشخصيات اللي هتشوفها في حياتك. هو حرفيا كان بيتعامل مع مايكل على إنه سلعة، حاجة بتجيب له فلوس وخلاص. كان بيستغله أسوأ استغلال ممكن، وكان كل هدفه دايما إنه يخلي مايكل يغني على الستيج مع إخواته عشان يعمل اسم للعيلة في عالم الفن ويجيب لهم فلوس. لكن هل هو مهتم بمايكل ده عايش إزاي ولا بيعمل إيه؟ لأ. هل هو مبسوط طيب باللي بيعمله؟ لأ. هل مايكل ده عايش حياة سوية؟ لأ. المهم إنه بيغني وبيجيب لهم فلوس. ضيف على كده كمان إن أبوه كان بيعامله أسوأ معاملة ممكنة. الواد طلع معقد نفسيا وخايف يتكلم قدام الناس بسبب اللي حصل له زمان من أبوه. أبوه كان بيجي البيت كل يوم وهو سكران طينة، بيخش يمسك الواد مايكل وهاتك يا دعك، بياكله علقة موت. كل ما يلاقي نفسه فاضي يجيب مايكل وياكله علقة موت بدون سبب. هو كان بيغير من مايكل جاكسون، متضايق إن ابنه محقق النجاح ده كله وإن ممكن في يوم من الأيام يتخلى عنهم. وده اللي مايكل قاله عامة، ما جبتش حاجة من عندي. ناهيك بقى عن المشاكل اللي حصلت عشان مايكل يخلع من اخواته ومن ابوه عشان يبقى نجم مستقل ويحقق حلمه انه يبقى احسن مغني في العالم. فطبعا كل دي عوامل اثرت على شخصيته وخلته بالشكل اللي انت شايفه ده. وكمان يقال ان ابوه كان بيديله ادويه وهرمونات معينه عشان صوته يفضل ناعم زي ما هو وما يخشنش مع الوقت، عشان يفضل صوته حلو وبيجيب فلوس للناس وبيتسمع. وطبعا ده أثر عليه جامد وخلاه طول حياته صوته مش مظبوط، ولما بيتكلم تحس إن بنت اللي بتتكلم كده مش ذكر. حتى مايكل في أغانيه كان بيتعمد ساعات إنه يزعق ويخشن صوته عشان النقص اللي هو حاسس بيه، وإنه مش زي بقية الناس الطبيعية. وصوته في الأغاني وكلامه في اللقاءات مثير للجدل. وفي حاجة كمان لازم أضيفها وهي العنصرية. مايكل كان بيعاني من العنصرية بشكل واضح في أول مسيرته بسبب لون بشرته. يكفيني أقولك إن كان ممنوع حد بشرته سمرا يعمل فيديو كليب ويذاع على التلفزيون عادي كده. وهنا مايكل جاكسون كسر القاعدة دي، لأنه أول واحد يعمل فيديو كليب وهو صاحب بشرة سمرا ويذاع على التلفزيون وكمان يكسر الدنيا. وده اللي شجع بعد كده كل المغنيين السمر إنهم يطلعوا على التلفزيون عادي. وطبعا لو قعدت أحكي لك قد إيه مايكل جاكسون كان ضد العنصرية وعمل مواقف قد كده عشان يدافع عنهم، فأنا محتاج فيديو لوحده. وطبعا بعد الكلام ده كله ما تستغربش لما تلاقي مايكل جاكسون استغل مرض البهاق اللي كان عنده في انه يخلي بشرته كلها بيضة، وانه كان مهووس بعمليات التجميل عشان شكله اللي ما كانش عاجب الناس وبالتالي ما كانش عاجبه هو شخصيا. فده نتج عنه شخصية عندها مشاكل نفسية كتيرة، وطبيعي يطلع منها تصرفات مش منطقية معظم الوقت. الخلاصة مايكل جاكسون ما كانش شاذ، كان إنسان طبيعي واتجوز وخلف وحاول على قد ما يقدر يعيش حياة طبيعية في ظل الظروف الصعبة اللي نشأ فيها وأثرت عليه وعلى شخصيته. مايكل عاش حياة صعبة جدا وما كانش قادر يتمتع بالشهرة والفلوس اللي معاه بسبب كمية المشاكل اللي كانت بتحصل له. ده بجانب إنه أكتر شخصية جدلية في التاريخ وطلع عليها كمية إشاعات مش طبيعية، وإنه لحد دلوقتي موته محل شك عند معظم الناس. في ناس بتقول مات وفي ناس بتقول لسه عايش. فلو عجبتك الحلقة وعايزنا نتكلم عن مايكل جاكسون تاني اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش طبعا تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام يا اخواتي.